تخيلوا إنه هاي بشرتي تحت الميك اب، بس لا تخافوا، عرفت الحل لحتى صار الميك اب تبعي بهاي الطريقة وتعالوا أحكي لكم إياه. هذا الطرف رح يكون الميك اب مع ترطيب وهذا الطرف رح يكون بدون ترطيب. أول خطوة رح نبدأ فيها بترطيب البشرة قبل الميك اب اللي هو استخدام هذا المنتج اللي هو كويك كالمينج بادز، ومن اسمه بنعرف إنه بيهدي البشرة وبيهيئها لأي شي رح ينحط فوقها. رح أبدأ باستخدامهم ورح أتركهم على وجهي من 3 ل5 دقايق. خلص الوقت وهلأ رح أشيلهم، وبحركة بسيطة رح أوزع البرودكت على كل المناطق اللي ما كانت موجودة عليه. وتاني منتج رح نستخدمه هذا السوذينج كريم من سكين 1004. هذا المنتج مو بس بيرطب البشرة قبل الميك اب، بخفف الاحمرار وبيرجع حاجز البشرة إن كانت بشرتك حساسة أو عادية، وطبعا ملمسه كتير خفيف على البشرة ومانه لزج أبدا أو مزعج. غير الميزات اللي حكيت لكم اياها كمان بيعطي جلو خفيف وكتير حلو تحت الميك اب. بعد ما نتاكد انه البرودكت نشف صار فينا نستخدم الفاونديشن. رح استخدم المنتج على الطرفين بنفس الكميه وبنفس الطريقه، وخلونا نشوف الفرق. مو عارفه كيف اصارحكم انه هاي هي النتيجه بدون ترطيب وهي هي النتيجه مع ترطيب، الفرق كتير واضح. وهي النتيجة بعد ما خلصت الميك اب كامل باستخدام هدول المنتجات من سكين 1004. شوفوا لي قد